ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد المعبود الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وطبيبنا وأسوتنا وقدوتنا سيدنا محمد رسول الله. فقولوا جميعا أيها الإخوة الأحباب: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإن الصلاة على رسول الله هي أساس القبول وسر الوصول وبوابة الدخول إلى جنة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن جميعا وراحلنا من أهل الجنة، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، حينما يتلى القرآن الكريم أو حينما يقوم أحد فيتحدث، يجب على الجميع أن يعلم أن المتكلم والمتحدث هو الله، وما نحن إلا ناقلين عن الله وعن سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب في هذا المقام أو في أي موقف كهذا الموقف، حينما تسمع آيات الله عز وجل تتلى، اعلم علم اليقين أن المتكلم هو الله. وحينما يتكلم الله عز وجل يجب على الكل أن يسمع وأن ينصت. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما القارئ وما الخطيب إلا ناقل عن الله وعن رسول الله. فأنت حينما تستمع وحينما تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. ترى غصونا من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، شاهدات بأن الله عز وجل واحد وليس له شريك. إخوة الإيمان والإسلام، اعلموا أن الله عز وجل لا يدخل الإنسان الجنة بالعمل. فيش حد هيدخل الجنة بعمله أبدا، حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون ذلك برحمة الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حتى أنا. فرحمة الله عز وجل ليس بعدها شيء. رحمة الله عز وجل هي التي جعلت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يبكي ويحزن ويسجد على الأرض حينما يرى جمع كبير من الناس مساقون إلى جهنم والعياذ بالله. حزن النبي محمد عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، وسجد على الأرض وأخذ يناجي ربه في السماء، وبكى بكاء شديدا حينما رأى جمع كبير من أمته مساقون إلى جهنم والعياذ بالله. فبيقول إيه سيدك النبي محمد؟ اللهم إني لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا العباس عمي، ولكن يا رب أسألك أمتي أمتي. يسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم على الأرض حزنا على أمته
التي هي تعيش الآن في توهان إلا ما رحم الله عز وجل. كلنا يبكي على حاله، وكلنا يأمل في هذه الحياة الدنيا، وكلنا يخاف من قلة الطعام، وكلنا يخاف من قلة المؤن. ألم تعلم أيها الأخ الحبيب أن الله سبحانه وتعالى طمنك؟ أنت مش عارف أن ربنا سبحانه وتعالى طمنك وقال لك يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخف من فوات الرزق، فإن خزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم لا تسألوني رزق غد كما لا أسألك عمل غد. انت بربنا بيقول لك صلي صلاة بكرة أو صوم صيام بكرة، وإنما المطلوب منك أن تكون راضيا بحالك. لا تسألني رزق غد كما لا أسألك عمل غد. يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك كنت عندي محمودا. إن رضيت بمرض، رضيت بصحة، رضيت بفقر، رضيت بغنى، بكل حال أنت فيه يجب عليك أن تكون راضيا، لأنك لا تملك إلا الرضا، ولا تملك شيئا أمام قدرة الله وعظمة الله. فربنا بيقول لك اهو إن رضيت بما قسمته لك كنت عندي محمودا، ولا يكون لك من الدنيا إلا ما كتبته لك. طب انت مرضتش، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحوش في البرية، ولا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. فهنا حزن الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام على حال أمته، وحزن خوفا على أمته لما رأى من مصيرهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فيسجد على الأرض ويناجي ربه، بيقول يا رب لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا العباس عمي، ولكن يا رب أسألك أمتي أمتي. فيقول له الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم راحلنا الكريم بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وأولاده وذويه الصبر والسلوان. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به يا رب. اللهم فأكرم نزله ووسع مدخله وأفسح له في قبره مد بصره. اللهم جاف القبر عن جنبيه، اللهم جاف القبر عن جنبيه، وشفع فيه مرضه، وشفع فيه الصلاة والصيام، وشفع فيه النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إخوة الإسلام عزائي المتواضع نحو هذه الأسرة الكريمة والبلدة الكريمة بما وفقني الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.